السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم الحلويات الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، او المعسلة بتاعت زمان، اشكال جميلة وطريقة سهلة وبسيطة بتفرح الولاد. هنعملوها مع بعض بمقادير بسيطة جدا وطريقة سهلة جدا، ما بتاخدش اكتر من مية ودقيق، يعني لا مكلفة ولا هتاخد منك أي مجهود. في 5 دقايق هتكوني محضّراها ومجهّزاها بالشكل الرائع ده. يالّا كده هنبتدوا مع بعض ونشوفوا مقاديرنا إيه. هنبتدي بقى في الحلة كده، وهانزل بكوباية واحدة من المَيّة العادية خالص. بعد كده هانزل عليها ب3 معالق من الزيت، أدي أول معلقة، وهانزل بتاني معلقة، ما بتاخدش زيت أكتر من 3 معالق. نزلنا بتاني معلقة، هانزل كمان بتالت معلقة. بعد بقى ما نزلت كوباية المَيّة وال3 معالق زيت، هانزل بمعلقتين من السكر. وما تكتريش السكر علشان خاطر وانت بتحمريها في الزيت ما تتلهفش منك. نزلنا بمعلقة وادي كمان معلقة. بعد كده بقى رايحة ارفعها على النار لحد ما تغلي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد طبعا ما غلت نزلت كده بورقة من الفانيليا، وهنزل عليها بمجين من الدقيق المنخول. رايحة اقلب بقى كده دقيقتين كده، ورايحة اعجن فيها لحد الدقيق ما يستوي كده ويلم معايا بالشكل ده. يفضل بقى تكون معلقة خشب كده تبقى احسن في ايديكي. طبعا بعد ما عجنتها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، هبدأ بقى انقلها في طبق تاني، ورايحة أعجنها كويس أوي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده لحد ما تتماسك كده وتبقى ناعمة وتبرد تمامًا. بعد كده بقى هانزل عليها ببيضة واحدة. هانزل على العجينة بعد ما تبرد بالبيضة دي، وهابدأ بقى أعجنها كويس كده وأشرّب البيضة للعجين لحد العجينة ما تنعم معاكِ وتبقى ملمسها ناعم كده وجميل. بعد كده بقى هابدأ أفردها عادي خالص، العجينة متماسكة وجميلة. فردتها وبدأت بقى أفردها النشابة لحد ما بقى سمكها مناسب كده وجميل. بعد كده بقى بتبدئي تجيبي القطاعات بتاعتِك، أي أشكال بقى تفرّحي بيها الولاد أو متواجدة عندِك. تبدئي بقى تقطّعي العجينة بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، وعلي هنا يعني عاجباه بقى التشكيلة الجميلة دي. بعد كده بقى بتبدئي تلمّي الزيادات دي وتعجنيها تاني، وبتبدئي تفرديها تاني بكل سهولة. بعد كده أخدت بقى الأشكال دي في الطبق ونزلت فيها نزلت بيها بقى في الزيت السُخن وعلى نار متوسطة كده، وتبدئي تقلّبي فيها عشان ما تتلهفش منِّك بسرعة. طبعًا بعد ما بتطلّعيها بتنزّليها في الشربات. الشربات ده أنا عاملاه وبارد، كوباية ونُص سُكّر على كوباية ونُص مَيّة، بياخدوا 5 دقايق كده يغلوا. بننزل عليهم بقى بمعلقة من عسل الجلوكوز وعصير ليمونة. الأشكال دي بقى فردت العجينة الزوايد اللي كانت فاضلة وقطّعتها نجوم بالشكل ده. حمّرتها بنفس الطريقة ونزّلتها في العسل، طلعت بالشكل الرائع اللي قدّام حضراتكم ده. والله الكاميرا بتبقى ظالمة الطبق اللي بيبقى قدّامها. طبعًا بعد بقى ما طلّعتها وحطيتها في الشربات بالشكل ده، شايفين جمالها، طعمها رائع جدًا، قد إيه هشة كده ومقرمشة وعجبت الولاد، وكمان سهلة وبسيطة وما هياش مكلفة واقتصادية جدًا، وما بتاخدش أي وقت. في ثواني كده بتعملي لهم حاجة حلوة وبتفرّحيهم. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.